بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزاويز، عاملين ايه؟ النهارده مع الفيديو بتاعنا جايبين شويه قرص بالعجوه وبالسمنه البلدي وبقسماط ده بالكاري. المخبوزات بتاعتنا انا عايزه اقول لكم البقسماط دوت تحفه 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 في طعمه. وشوفوا بصوا اللون بتاعه، مش عارفه باين معاكم ولا لا، مصفر كده. ده بقى تحفه والله العظيم، تاكلوه تحفه في طعمه. الكاري مخليله طعم انا ما اقولكوش عامل ازاي. المخبوزات دي احنا جايبينها من الفرنه اللي هي جنب حلقه السمك القديمه اللي في الجيزه، اللي كان عارف حلقه السمك القديمه، مش الجديده دلوقتي اللي في المنيب، لا دي في الجيزه. والله احنا جايبين الحاجه من على السوق، وديت بالعجوه. لو انت عايزه تنشفيها طريه كده، هم بيحبوها طريه كده، لو عايزه تنشفيها بتخليها كده محطوطه في الهواء على صينيه ولا حاجه تنشف شويه. انا ما اقولكوش بقى الريحه عامله ازاي، ترد الروح. وديت قرص بالزبده ساده، انا بحب اجيبها بصراحه افطر بيها، يعني كمان لو عايز تفطري بيها جنبها حته جبنه ولا حاجه. بص الصفار بتاعها عشان معموله بالزبده، طعمها زي الكريمه وساده من غير اي حاجه خالص. ومعانا هنا طبق من ابو حسين، اللي ما يعرفش اهو ابو حسين، اللي ما يعرفش ابو حسين ده، بس انا ما افتكرش مفيش حد ما يعرفش ابو حسين. فابو حسين دوت عند مترو سيد مكي، يعني تنزلي من مترو محطة سيد مكي تلاقيه في وشك هو على طول. هو عنده عربية والمحل في وش العربية، بس انا عايزة اقول لكم ان الناس بتسيب المحل سبحان الله بالضرب على العربية. واعرف اسمع ان كان في ممثلين بيروحوا ياخدوا منه، انا ما صدقتش والله لما شفت بعينيا. احسن عربيات وافخم عربيات بتقف تجيب من عند ابو حسين دوت، وكله سايب المحل ما بتجيبش من المحل ويقف على العربيه دي. سبحان الله هو محتفظ بالعربيه دي لحد النهارده، زي ما تقول يعني فتحه خير عليه، فمحتفظ بيها، وهو ما حدش بيشتري الا من هناك. بعد الحلقه بتاعت السمك، قبل ما تحصلي حلقه السمك اللي في المنيب، قبل ما تحصلي المترو، بسم الله، بتاع سيد مكي ده طبعا عنده كل حاجه بقى. عنده احنا بنجيب الحاجات اللي احنا بنحبها دوت، دي رمش العين ودول اسمهم اسمها لينزا. انت تحس ان هي عامله زي البسبانيا، بس هي مش بسبانيا لان هي مش بالجوز الهند وهي بالكريمه من النص. هي اسمها لينزا. لو رحت عنده او اللي يروح عنده يجيب من عنده يقول له عايز لينزا. اللينزا دي ما بتقعدش، احنا بنتصل بيه لان هو ايه، محمد يعني ابني من كتر اللي بيجيب منه فهو عارفه. وديت كنافه وبسبوسه، فدي اسمها لينزا. اللي كان البسبانيا قبل كده، بس دي بالكريمه من جوه. الناس بقى بتقعد ضرب على البسبانيا دي، وتروحي تحصليها تستني الصواني اللي بتطلع بعد كده. والناس والله العظيم الناس بتجيله من اكتوبر ومن العاشر، وحاجته كلها بالسمنه البلدي. بس احنا دي الحاجات اللي احنا بنحب نجيبها ناكلها. عنده بقى كنافه والبقلاوه، وعنده العزيزيه، بس هي دي اللي احنا الحاجات اللي احنا بنحب ان احنا نجيبها وناكل منها. بلح الشام وزلابيا، كل واحد بقى حسب الحاجه اللي هو بيفضلها. انا ابني لما بيروح يجيب منه، اول ما يشوف ابني يقول له بشويه، ازيك يا بشويه. هو مسمي ابني بشويه. بشويه دوت يعني يا باشا يعني، بس هو بيقول له ايه بشويه. فانتوا لو هتروحوا تجيبوا ورحنا من تبع بشويه هيعرف ان انتوا من تبع ابني، فيتوصى بيكم. ويا رب تجربوه، والله حاجه جميله جدا وحاجه طعمها تحفه والله. وانا شفت الناس بعينيا افخم عربيات واقفه تجيب من الراجل ده، واقفين بيجيبوا من العربيه، سايبين المحل وبيجيبوا من العربيه. اتمنى ان شاء الله تجربوها
وتعجبكم باذن الله. يا رب فيديو النهارده الصغير دوت يكون عجبكم، وبالهنا والشفا على اللي هياكلوا يا رب، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. السلام عليكم.